الرحمن الرحيم. بنصر ونتشرف باستضافه ادمن صفحه اسف يا ريس كريم حسين. اهلا بيك معانا كريم. اهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك يا استاذ. كريم، النهارده كانت القضيه بتاعه الريس. انت موقفكم ايه دلوقتي مع الريس، وكانت ايه وايه رايكم في حاله الامن النهارده؟ لا، هو احنا وقفنا مع الريس من الاول للاخر موقف واحد، يعني احنا معاه من الاول للاخر واستحاله طبعا نتخلى عنه. وبالنسبه للمحاكمه هي جايه بعد فتره توقف زي التوقف الدوري كده، فبنرجع واحده واحده ان شاء الله، وفي الجلسات الجايه هنبقى كلنا موجودين يعني ان شاء الله. مسيرتكم ايه الايام الجايه؟ خطتنا الايام الجايه ان احنا نبدا بقى نكثف جهودنا على نزول المؤيدين تاني للرئيس محمد حسني مبارك في الجلسات، وان احنا نرفع اسم الرئيس من تاني ونرجع الوقفات بتاعتنا ينزل قوي. موقفكم ايه دلوقتي بالنسبه للناس الثوار اللي هي في التحرير؟ والله مش هنتكلم عن موقفنا الشخصي، احنا اظن دلوقتي الشعب المصري كله يعني بدا يفهم المخطط، وبدا يفهم ان مش كل اللي في التحرير ثوار، وان في بلطجيه وفي ناس بيدفعوا فلوس وناس ليها اجندات خارجيه، فاكيد الرؤيه بدات توضح. يعني احنا بلاش اتكلم عن نفسي عشان يعني شهادتي مجروحه، لكن الناس كلها بدات تحس يعني. بس في ناس مجروحه برضو، في ناس شهدت ماتت بص خليني الاول بس عشان ايه، صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كانوا بيحاربوا معاه، يعني بيحاربوا الكفار وجهاد في سبيل الله، كان بيقول نحتسبهم عند الله شهداء. فيعني خلينا نحسبهم عند الله شهداء وبس. المفروض ان احنا نفرق بين اللي قتل قدام اسم، وبين اللي اتقتل قدام اركيد يمول، وبين اللي اتقتل وهو بيسرق حته سلاح، وبين اللي بيقتحم الشغل اللي مات في الميدان. واللي مات في الميدان مات طلق ناري ميري، ولا مات بضرب آلة حادة ببلطجية معاه. هي يعني خلينا بس نفرق الاول بين الجزئيه دي. وموقفكم بالنسبه للاعلام؟ الاعلام يعني اعتقد ان الاعلام زي اللي رقص على السلالم، اللي زي اللي كان بيطبل للنظام السابق دلوقتي بيطبل للثوره، واللي هيمشي وراه هيبقى انسان غبي ومغيب، لان مش معقول الاعلام اللي كان بيمجد للرئيس وللنظام هيمجد للثوره. اكيد الاعلام مع اي قوه جديده، فاحنا لا نثق فيه ولا نحترمه اصلا يعني. شايف المحاكمه ماشيه عادله؟ احنا نثق في القضاء المصري، حتى لو كان المستشار احمد رفعت كان تلحى على الجلسه كنا برضه هنفضل يعني مقتنعين بنزاهه القضاء المصري، وثقتنا اولا واخيرا في الله سبحانه وتعالى ان هو ان شاء الله هينصف الرئيس محمد حسني مبارك. ايه رايك في المحامين الكويتي؟ المحامين الكويتي دي لفته طيبه من دوله عربيه شقيقه بتعترف بالجميل اللي عمله الرئيس محمد حسني مبارك، وكنا نامل ان بقيه الدول يعملوا نفس الموقف، علشان نبين للناس كلها ان لسه العرب عندهم نخوه ولسه عندهم انتماء. كلمه توجهها كريم لانصار الرئيس السابق محمد حسني مبارك؟ قال لهم انتوا اخر المواطنين المحترمين، اخر ناس ما تحولتش، انضف ناس في البلد، ناس ما غيرتوش رايكم من الاول للاخر، ناس ما بعتوش ضمايركم، ما تلونتوش، اثبتوا على كده، وان شاء الله ربنا هينصرنا ان شاء الله. وكلمه توجهها للثوار؟ يعني ربنا يهديكم.